مرحبا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب، وان شاء الله بتضلوا انتم واولادكم واحبابكم واهلكم بألف ألف خير يا رب. بعرف تأخرت عليكم كتير بالفيديوهات، بس كنت ملتهية بسفر أختي وكنت كتير زعلانة عليها إنه هي سافرت وهيك، لحتى هي صارت بأمان وطمنت عنها إنه صارت بخير، فلحتى هيك تشجعت وصار إلي نفس أنزل فيديوهات. ومن ناحية تانية كمان إني ما عم بفضل أنزل شي، والله يعني عن جد الصراحة ما حدا بيصدق إني أنا ما عم بفضل أعمل مونتاج. يعني أنا مصورة شوية فيديوهات وهيك، بس عن جد ما عم بيصح لي أبدا أعمل مونتاج. يعني بياكل 7-8 ساعات الفيديو الواحد، فوالله ما عم بيصح لي وقت. يعني ما حدا بيصدق هالشي. فهيك هذا الفيديو هلأ بما انه موسم عيد وهيك، وانا مشان الساعات يعني تبعت اليوتيوب لاني كتير قصرت، يعني مضطرة ارجع انزل. يعني لو انه اي شي هيك. رحت امبارحة بالوقفة على السوق اجيب اغراض لاولادي، وكتير كتير كمان تأخرت. يعني بالوقفة حدا بينزل بالوقفة انا، وكنت صايمة كمان وهيك، فكتير تأخرت وما كنت بدي انزل الصراحة. فما بعرف، ان شاء الله هالفيديو يعجبكم. وهيك صورت لكم شوي هيك من الاجواء العيد باسطنبول وهيك، وشو اشتريت وشو جبت وهيك، وعم شاركه معكم اليوم. حتى كمان متأخرة بتنزيله يعني، بس هلأ لحتى صح لي اني اعمله. والله بيعلم كيف عم سجل الصوت وكيف عم بمنتج هلأ مع الاولاد، الله يحميهم يا رب. ان شاء الله يعجبكم. وحتى لو ما عجبكم هيك بتمنى انه هيك تساعدوني بس بالوقت والساعات. هيك لو ما عجبكم تحطوا التليفون على جنب وتتركوه يشتغل لحاله هيك، بس انه اقدر اعمل كم ساعة لانه كتير قصرت يعني. وانا ان شاء الله هيك صورت فيديوهات قبل ما تسافر اختي كمان، بدي شاركها معكم. يعني لو متأخرة شوي بس معلش. يعني هيك كيف عملت لها عيد ميلادها قبل ما تسافر، وكيف عملت لها هيك توديعة بسيطة هيك قبل ما تروح. يعني هذا كله كمان حابة شاركه معكم. واذا بتريدوا كمان معلش، اذا عم تحضروا الفيديو تحطوا لي لايك بس هيك شي يرتفع الفيديو. بعرفكم انتم ما في منكم وما بتقصروا، مع اني بعرف اليوتيوب رح يكون معاقبني وما رح يرفع لي لاني قصرت كتير، وما بيعرف هو ظروف وهيك شغلات. بس بعرفكم انتم كفو وما بتقصروا. هلا اليوم الجمعة، هلا صلاة الجمعة أنا عم سجل الصوت هلا. إن شاء الله هيك جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب هيك، وإن شاء الله أيامكم كلها هيك اللي جاي تكون أعياد وأفراح وراحة بال يا رب. هون رحت على المول، وهذا المحل يعني بعد فتل طويل 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 يعني وهيك، فهذا المحل آخر واحد يلي قدرت جيب منه تياب لأولادي. البضاعة نفسها من 2015 مثل ما هي، ما عم يتغير شي عن جد. يعني بما انه هلا صيف وهيك عاد لازم يحطوا شغلات الوان، يعني ما لازم الواحد يتعذب وهيك. بس كأني انا رحت يا رحت متأخرة، يا عن جد ما قدرت الاقي شي كتير زيادة مثل العادة. هون حبيت صور لكم هيك شوي من الثياب الصيفية، يعني النسواني والرجالي والولادي كله يعني. ان شاء الله يا رب يعجبكم. ما في غير الشغلات هي المعرقة هيك كتير. يمكن هدول التنورات القصار، لانه قصار هن حلوين عاد لانه معرقين، اما الفساتين الطويلة تبعت المحجبين ما كتير ما حبيتهم كتير. وهي البناطلين العريضة لانه كلها عم يرجع موديل العريضة والكلاسيكي وهالشغلات. وهون هذا القسم الرجالي ما بعرف يعني ما في هالحركات، ما حبيته ابدا يعني. يعني هي كم قطعة هيك شوي حسيتهم مرتبين فصورتهم يعني. وبس هيك. كان معي ابني الصغير امير، يا حرام عن جد كتير تعب، يا حرام زعلت عليه. هيك عساس اروح احطه عند امي، بس ما قدرت اني اروح يعني احطه عند امي مشان الحق الوقت. وكمان كل شوي اشتري له شغله هيك وسكته فيها، ويا ريت يسكت. هون شايف هاي الكاندي قال امه لخلوده، هذا اللي بيطلع على اليوتيوب قناة رانا هوم، قال هذا امه لخلوده بتشتري له منها، على اساس انه انا ما بشتري له منها. بس هي بتجيك يا هي شطه نطه نحنا بنقلها. قاعد هو مفك مو هيك بالمول هيك عم بيعبوها تعباية، فانا بجيب له اياها من عند مقبول او انه من اليوزبير 101 او البيم او اي شيء. فهو لا، انه خلص مو هو خلودي بيعبيها من المول، فهو يعني هيك احلى بيكون. هون عم خلصنا وهيك وعم بتفرج على الشوكولا وهيك، اقول يلا يلا بس لا اخلص بدي اخذ، بس لا اخلص بدي اخذ. عاد خلصت وراح علي كل انواع الشوكولا وهيك، وما لحقت يعني بالزور لا لحقت لك الشوكولا. فهيك حبيت هيك اصور لكم الاجواء هيك بتركيا والحلويات وهالشغلات. والله ما عم بعرف شو عم اسجل، ولادي كل واحد عم بينق من جهة وهيك،
فما تواخذوني يعني اذا عم تطلع كلمة بالشرق وكلمة بالغرب. والله حتى في شغلات كتير حابة لكم اياها بس عن جد عم بنساها بنفس الوقت من النق اللي حدي. وفي هون هي حبوب الكولاجين كمان شفتهم بماركة الميجروس، فحبيت اصور لكم اياها لاني انا بستعملها. فهي الماركة كتير هيك سعرها مقبول وحلوة، فعليها عرض كتير حلو كمان. انا على ترينديول باخدها باغلى من هيك. فبما انه هلا صيف وهيك فكتير ضرورية كمان. ووقت اللي حدا بيكون عم بيسأل على الكولاجين وهيك بالفيسبوك، وقت اللي برد على العالم انه فيها بالتعليقات وهيك، فعم حس انه عليها قبول كتير وهيك. فقررت اني اعملكم فيديو فيها. اذا حابين اني اعملكم فيديو على الكولاجين وهي الشغلات فاكتبوا لي بالتعليقات، ولا لكم رح اعملكم فيديو، لانه هذا الموضوع بهمني وبهمكم كلكم، بهمنا كلياتنا نحن البنات. هون وانا وراجعه هيك وقت اللي خلصت صورت لكم هيك شويه شغلات على الطريق، بس كان زحمه كتير ما قدرت اصور شي كتير زياده وانا كنت مستعجله. يلا صح بسرعه. امير غسل من البوظه. شو غسلت وشك وشعراتك؟ ريحته خايسة. تعال مشي قدامي لاشوف، مشي لاصور. هون امير ضحكني على الطريق، ما بعرف منين جايب لي هالحكي. وقفته انه يغسل على النافوره وهيك، اجى ريحتها خايسه وما بعرف شو، وريحه سمك ومدري شو. والله العظيم فرطني من الضحك. أطيرة، أعيم إيدي وأطيرة. طارت لحالها. طيب خليها تروح. هلا هون هيك اول يوم العيد، قبل ما يلبسون ولادي للثياب حطيتهم هيك على تخت ابني وقلت له اصور لكم اياهم هيك. وعم اقول لكم بدي اعمل فيديو. انا بالعاده ما بحب هيك اصور هيك شغلات التفاصيل كلها، بس مضطره يعني هلا. وفي شغلات مصورتها بس ما خرج انزلها بالعيد، يعني هلا موسم عيد وهيك. ف هيك قلت لا اصور لكم ثياب الاولاد يعني. هون اخذت لهم هدول البناطلين هيك مطاط من على الخصر، كتير بحبهم انا مطاط، يعني ما بجيب لهم غير هيك مطاط من على الخصر، هيك اخف لبكه. وهيك اذا ما كانوا معي فما بيضايقهم وهيك بدبروا راسهم لحالهم. اخذت لامير وخليل نفس الشيء. واخر شيء اخذت لهم هدول الكنزات لون اورنج. كل ما بدي اخذ لهم لون اقول هي لابس منها وهي عنده منها وهذا لبس منها. شو بيعرفني؟ قولي هاي خلولي هيلا خلولي اللي دوما بيلعب ماينكرافت. شيلها من هون. هون قالوا لي قال تركي لهم الصوت مثل ما هو قال، هن قعدوا يحكوا معكم. هي لخلولي وهي الكنزة العمورة. هاي لعموري بيلعب دوما ماينكرافت. شوفوا وهدول كمان الكنزات اخذتهم لجوزي، اخذت له اياهم كبار كبار شوي. قلت احسن هيك يكونوا فضفاضين هيك احلى، بما انه الدنيا صيف يعني. قلت لهم والله يطلعوا شو ما يطلعوا ما رح اقدر ارجع شي هلا. لون كتير حلو كمان كان نازل بالسوق، لفت لي نظري انه كرجالي وهيك، فكتير حلو ومميز حسيته. بحب هيك الشغلات العملية، اجيب شي عملي وخلاص. ما بحب انه الشغلات اللي اجيبها والحشة بالخزانة. انا كمان طلعت من نصيبي هاي التيشيرت، الحمد لله لحقت لي قطعة اخر الشي. هون اخذت لاخي هيك استحليت له هاي البيجامة كتير عجبتني هيك، فاخذت له كمان اياها هيك هدية على العيد، فكمان كتير حبها هيك كتير عجبتني كمان. اخذت وحدة لجوزي وحدة لاخي. وهاي البواط كمان اخر شي تبعت اولادي. الحمد لله رب العالمين جبنا لهم، والله هيك يديم الاعياد هيك والافراح بحياتنا وحياتكم يا رب. والله يديمنا فوق راسنا ونضل نجيب لهم. هون هاي الضيافة اخذتها اخر شي، يعني حبيت اصور لكم اياها. كمان هذا العيد ما لحقت اعمل، سبحان الله هالسنة ابدا. وعم حس هيك يعني التكلفة نفسها وهيك، يعني كمان اخر شي تذكرت انه بدنا حلويات، فانا جبت وجوزي جاب. اخذت هدول الحمد لله طعمهم مقبول، ما اشبه شي يعني هيك، وسعرهم مقبول حتى كتير. اخف لبكة كان علي الوضع هيك. وفي هون هدول كمان جوزي جابهم. بس هون الله لا يرويكم شو صار، وانا عم صور بعد ما خلصت حطيتهم على جنب ولا وقعوا انكسر نصهم. فهون كمان ما كنت انا صايمه ورايحه على البيم وهيك، فما وصل اخر النهار الا كنت فارطه كمان. هاي الشوكولا كمان الحمد لله لحقت هذا الكيس. هاي الماركه كتير طيبه،
بنصحكم فيها، بتنافس أولكر يعني كتير طيبة. ايه كنت هون عم بحكي لكم اني عطشانة وهيك فتت على البين، فما خليت نوع من انواع المشروبات ما جبته. عن جد الواحد وهو عطشان وجوعان ما لازم يفوت على هيك محلات مثل ما بيقولوا يعني. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. فاذا عجبكم لا تنسوني من دعمكم، وبشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد.